السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يومكم هنا وسرور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. مرحب بكم معايا في فيديو معانا النهاردة فيديو حصري وجميل جدا وهيعجبكم. معانا هنعمل مع بعض حلاوة المولد النبوي الشريف. هنتكلم الاول شوية مع بعض يا حبايب قلبي. والناس اللي بتقول ان احتفالنا بالمولد النبوي الشريف دوت بدعة، لا طبعا هو مش بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام يا حبايب قلبي كان بيحتفل بيه، بس كان على طريقته. كان بيحتفل، كان ان هو بيصوم يوم الاثنين. لما سألوه انت بتصوم يوم الاثنين ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم طبعا ان دوت يوم مولده الشريف، اللي هو اليوم اللي اتولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان بيحتفل بيه في ان هو بيصوم يوم الاثنين. وهقول لكم على نبذة كده بسيطة عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اتولد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 50 يوم من عام الفيل، وكان النبي أول مولود يتولد بعد محاولة أبرهة لهدم الكعبة. اتولد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الفجر. أم النبي صلى الله عليه وسلم السيدة أمنة بنت وهبة، ولدت النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها كان في الكعبة. ولما ولدت النبي صلى الله عليه وسلم ودوه لجده عبد المطلب واخذوا طاف بيه في الكعبة، طاف بيه هناك وسماه هناك محمد. ولما سألوه قال لهم عشان يكون اسمه محمودا في الأرض وفي السماء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نبدأ الفيديو بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده يا حبايب قلبي. دي المقادير بتاعتنا اللي هنشتغل بيها: الحمص والسوداني والسمسمية وجوز الهند والبندق، ولو عندك مكسرات تانية وحابة تضيفيها حطيها. هنبدأ مع بعض يا حبايب قلبي كده زي ما انتم شايفين. هنسخن الطاسة معانا كده يا حبايب قلبي وننزل فيها بالبندق كده عشان نطلع الرطوبة منه، وعشان يبقى سخن معانا وكويس جدا ودافي، عشان لما ننزل عليه بالعسل ما يبقاش بارد ويبرد العسل بتاعنا، لا بالعكس يكون هو سخن والعسل بتاعنا سخن. ونقدر نفرد مع بعض كده البندق او السمسمية او الحمصية ايا كان اللي انت بتعمليه في الطاسة بتاعتك، لازم تسخنيه وتطلعي منه الرطوبة. وهنيجي مع بعض كده برضو هنحمص السمسمية بتاعتنا. هي محمصة، انا جايبة كل حاجة محمصة، بس انا بطلع الرطوبة بس من العلف بتاعنا. هنعمل زي ما انتوا شايفين كده، نقلب فيه مش ما نسيبوش لما يسود ويتلسع مننا. انتي بتبقي قد 5 دقايق كده بتقعدي تقلبي فيه كده وخلاص. ما حضراتكم شايفين يا حبايب قلبي انا ايديا فيه اهو، ما بسيبوش خالص، بقعد اقلب كده من جميع الجهات، واقعد الف كده حوالين الطاسة بتاعتي او الصينية اللي انا بستخدمها. بقعد الف ايديا كده، ما بسيبش خالص اي حاجة تتلسع مني، علشان خاطر ما تديكيش نكهة مش كويسة وطعمه مش كويس. اهم حاجة تقيسي درجة الحرارة بتاعت الحمص او السوداني او السمسمية او العلف بتاعنا. بتقيسي بايدك كده السخونية بتاعته تكون مظبوطة معاكي، علشان خاطر لما تنزليها في العسل ما تقفش معاكي على طول، تبدأ برضو لينة معاكي على ما انت تبداي تنزليها في الصينية وتفرديها. وبحمص معاكم الحمص، وانا جايباه من المقله يا جماعه، والله متحمص. يعني انا جايبه اكياس من المقله، جبتها من المقله يا جماعه، جايباها اكياس زي ما انتم شايفين كده. ما رضيتش اجيب السايبه لان السايبه بتبقى ناشفه شويه وبتقرش شويه تحت الضرس كده، فطبعا ما بنحبهاش. فحبيت اجيب الطريه ديت عشان برضو لما نيجي نعملها في الحلاوه بتاعتنا تبقى معانا جميله برضو، وهتبقى طريه تحت اسناننا، مش هتبقى ناشفه قوي تتعبنا. اهم حاجه تجيبي الحاجه اللي انت تحبيها. ومعانا هنا اهو بطلع الرطوبه منه زي ما انتوا شايفين، وهقرب لكم عليه الكاميرا عشان تشوفوا الحمص بنفسكم اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا فاتح وجميل ازاي ومحمص وحلو جدا. الاكياس دي يا جماعه بتبقى حلوه قوي، بتبقى افضل بكتير من السايب. حاولوا على قد ما تقدروا تجيبوا اللي هو الاكياس دي. يعني انا استخدمت معاكم هنا دول كيسين، يعني ما كترتش، هما كيسين كفايه وبيغرقوا الدنيا. ومعانا هنا كوباية سوداني واحدة، انا ما عنديش حد بيحب السوداني خالص، فعشان كده هي كوباية واحدة تكفي. هتعمل لنا زي ما انتوا شايفين برضو، هتعمل لنا كام واحدة كده، بس انا حبيت اعملها عشان خاطركم، عشان تشوفوني وانا بعملها معاكم. لو حابين اعمل معاكم اي وصفة تانية اكتبولي في الكومنتات وانا هعملها لكم. معايا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بنحمصه كده وبنطلع منه الرطوبة برضو، بس ده هياخد وقت معايا شوية عشان دوت ني شوية، يعني مش متحمص قوي زي ما انتوا شايفين كده، ابيض وكان ني شويه. انت بقى يا حبيبه قلبي حابه تجيبيه، بتجيبيه من المقله،
بتجيبيه متحمص، مش هياخد معاكي وقت زي ما خد معايا هنا كده عشان ده كان ني شويه، لكن انت بتجيبيه من المقله محمص وبتشتغلي فيه دوبك، بتطلعي منه الرطوبه بس وبتشتغلي على طول عليه زي ما هتشوفي كده معايا. وهعمل لك احلى حمصيه وسمسميه وكل اللي انتوا عايزينه يا حبايب قلبي. تابعوني على القناه، واللي انتوا عايزينه هتلاقوه عندي في القناه هنا. وباذن الله يا حبايب قلبي كل الوصفات اللي هتعجبكم هعملها معاكم، هتشاركوني فيها وهشارككم فيها باذن الله. وما تنسوش يا حبايب قلبي تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم مننا كل جديد، والقناه تكبر بيكم وليكم ان شاء الله يا حبايب قلبي. وهنبدأ مع بعض كده يا حبايب قلبي نعمل العسل بتاعنا. اهو معانا زي ما انتوا شايفين كوباية سكر، عليها نص كوباية من المية، عليها معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. وحاولي تنزلي بالمية من جميع الجناب كده، بلاش ننزل بالنص عشان السكر ما يجيش على حرف الطاسة بتاعتنا. احنا عايزين السكر يبقى في النص والمية هي اللي على الحرف علشان خاطر ما يسكرش معاكي. اهم حاجة يا حبيبة قلبي الخطوة دي، ولا تقلبيه ولا تجيبي سكر على حروف الطاسة بتاعتنا، اهم حاجة عشان ما يسكرش معانا ونقول باظ مننا ليه. هو كده امشي خطوة بخطوة بكل حاجة بقولها لك وبكل تفاصيلنا علشان خاطر تطلعي نتيجة كويسة وجميلة، وتعملي حاجة تشرفك قدام ولادك وضيوفك وحبايبك. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده، اهو سايباه خالص وهفضل معاكم خطوة بخطوة، مش هسيبكم خالص من الكاميرا عشان خاطر تشوفوا العسل بتاعنا هنشتغل فيه ازاي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زيدوا النبي صلاة يا جماعة، طول ما انتوا قاعدين نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما انت شايفة معايا اهو، بصي انا مقربه لك الكاميرا قوي ازاي عشان تشوفيه وهو على النار. وهي بصي الحبيبات اللي بتطلع منه البسيطة دي اهي زي ما انت شايفة كده، الغليان بتاعه هيبقى بسيط خالص وبعد كده هيبدأ يعمل فوران معايا. احنا كده ماشيين صح. اهم حاجة ما تقلبيش فيه قال لما اقولك هنقلب في الوقت المناسب، بس مش دلوقتي، هنفضل سايبينه كده لحد ما هو نفسه يعمل شيء من الفوران كده، وبعدين هنقلب فيه، وبعدين هننزل عليه بنص معلقة من الكربونات وكده عشان يدينا الفوران اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. وهو دوت اللي هيخليها تقطم معاكي وتقرمش معاكي من غير ما تبقى لا طريه قوي ولا ناشفه قوي. هتشوفي معايا، خليكي معايا يا حبيبه قلبي خطوه بخطوه وشوفي كل تفاصيل وتركات واسرار حلاوه المولد اللي انت هتعمليها في البيت من غير ما تغرمي التكلفه اللي بره في الشارع اللي احنا بنجيب بيها العلبه بقد كده. لا، احنا هنعمله في البيت ومش هنحتاج ان احنا نجيب حاجه من بره تاني. خليكم معايا يا حبايب قلبي. اهو بدأ اهو زي ما انتوا شايفين بيغلي معانا اهو. انا مش عايزه افصل الكاميرا عنكم وعايزاكم تشوفوا كل المراحل السوا بتاعه العسل بتاعنا. انا ما حطيتش ايدي في معلقه خالص فيه زي ما انتوا شايفين كده علشان خاطر ما يسكرش معايا. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين بيفور معانا اهو حبه بحبه كده. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا في مولد النبي يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على الرسول، صلوا على شفيعنا، صلوا على حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهو يا حبيب قلبي بدأ يغلي معايا. بصوا انا سايبه لكم الكاميرا عليه اهو، مش عايزه اطلع من الكاميرا خالص عشان تشوفوا كل المراحل بتاعته. زي ما انتوا شايفين اهو وصل للمرحله دي من غير تقليب خالص اهو. هبدأ بقى اختبره معاكم زي ما انتوا شايفين كده، هقلبه عشان عايزه اختبره معاكم. اهو يا حبايب قلبي بيفور معانا كده، وما بنحاول ما يبقاش لونه اصفر زي ما انتوا شايفين كده البيج الفاتح قوي، يعني ما نستناهوش لما يقفش معانا ويدي اللون الاحمر، لا احنا عايزينه بالدرجه دي. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفينه كده هننزل عليه بنص معلقه من الكربوناتو، وهننزل عليه بقى بالسمسميه بتاعتنا او العلف اللي احنا عايزينه. هو كل الطريقه واحده، كل العلف بتاعنا بينزل في مقدار واحد. اهم حاجه يا حبايب قلبي ما تتلساش معانا، اهم حاجه العسل بتاعنا دوت ما يحمرش خالص، يعني عايزين الدرجه دي زي ما انتوا شايفين كده. حاولي على قد ما تقدري ما تحرقيش العسل بتاعنا عشان ما ينشفش معاكي ويقفش جامد. والعلف بتاعنا كمان لازم يكون سخن، اهم حاجه العلف يا جماعه يكون سخن زي ما حضراتكم شايفين. هنختبره مع بعض كده في حبة مية في طبق كده او في كوباية زي ما تحبي. لقيت بيشد معانا كده سنة، احنا مش عايزينه يحمص قوي، يعني عايزينه طري سنة عشان خاطر ما يبقاش معانا ناشف للدرجة اللي هي.
انا بقعد اختبره كده مرة واتنين اهو زي ما انتوا شايفين كده. هقلب قبل ما يحمر، شفتوا كان هيلسع معايا اهو. بصوا هقلبه كده على طول قبل ما يحمر، وهنزل عليه بالكربوناتو هيفور معايا على طول. ننزل على طول بايه؟ بالسمسمية او العلف بتاعنا زي ما قلت لكم اهو يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله يا جماعة صلى الله عليه وسلم. اهو بختبره معاكم، عايزاه قدامكم كده، عايزاها تقطم سنة بسيطة بحيث انها تبقى مقرمشة معايا كويس. يعني مش عايزاها لا طرية قوي ولا ناشفة قوي، عايزاها في الوسط اهو يا حبايب قلبي. هننزل بقى مع بعض كده بالكربوناتو وهننزل بالعلف اهو. خليكم معايا خطوة بخطوة. متنسوش اللايك يا حبايب قلبي والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم معايا كل الفيديوهات اللي انا بعملها معاكم اهو يا حبايب قلبي. العسل بتاعنا اهو مدي اللون البيج اللي هو الفاتح، مش عايزين نغمقه، على قد ما نقدر ما نغمقش مع بعضنا اهو يا حبايب قلبي. هنزل على طول اهو، بس انا هنا عايزاها ايه تقرمش معايا سنه، فطبعا انا سبتها ايه سنه معاكم زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصي فتحت معايا على طول الكربونات وهتديها لك اللون اللي انت شايفاه ده اهو. مش حباها خلاص انزلي على العسل وهو بيش خالص وفاتح. مش حابه تحطي الكربوناتو خلاص ننزل على العسل على طول وهو فاتح زي ما شفتيه معايا كده. هنزل اهو بالسمسميه وهطفي النار. اهم حاجه تطفي النار يا حبيبه قلبي عشان النار ربنا يكفينا شر نار جهنم يا رب احنا وانتوا والجميع. اللسع منه يا جماعه بفوره ده ما ينفعش ان على قد ما تقدري ما يكونش ولادك جنبك وما يكونش حد جنبك زي ما انت شايفه كده اهو. بلحقه على طول، ايدك فيه على طول. بصي تلحقيه على طول عشان ما يقفش معانا. نلحق على طول مع بعض كده زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا انا بنزل يعني بحاول ان انا انزل على قد ما اقدر بسرعه. نزلت معاكم هنا اهو بالسمسميه بتاعتنا. كنت حاطه على الصينيه من تحت زي ما انتوا شايفين كده اهوت كيس من تحتها. بلاش ورق الزبده وبلاش اي حاجه غير الكيس زي ما انتوا شايفين كده. الكيس هيطلعها معاكي بكل سهوله. وحطيت على الكيس بتاعنا رشه من الزيت ودهنت كده الكيس بتاعي. وهنزل بقى افرد عليه بكيس معاكم كده زي ما انتوا شايفين. خلي بالكم لان هي سخنه مولعه، مش قادره اوصفلك السخونيه بتاعتها بتبقى عامله ازاي. ولو عندك الاسطمبة اللي هي عاملة زي يد المكوى كده بتشتغلي بيها بتبقى اسهل عليكي كتير، بس انا مش عندي بصراحة فعشان كده ايه اشتغلت على طول معاكم بايديا اهو. بتقسميها وهي سخنة على قد ما تقدري تضغطي عليها علشان خاطر تقسمي فيها وهي سخنة كده، لان لو قفشت معاكي مش هتعرفي تعملي فيها اي حاجة. انتوا عارفين ده عسل كلوكوز بقى وكمان يعني واخد غليان، فطبعا زي ما انتوا شايفين كده بيقفش بسرعة واحنا عايزينه محمص وعايزين ناكلها مقرمشة، فطبعا احنا محمصين فيه. طبعا لو قفش معانا هيبقى معانا كلها قطعة واحدة وتقطعي بايدك بقى، لكن احنا كده بنقطع بالسكينة اهو زي ما انتوا شايفين صوابع كده متساوية، يعني نسويها على قد ما نقدر اهو يا حبايب قلبي. بقطعها معاكم اهو بالعرض وهقطعها بالطول وخلاص على كده. وبكده السمسمية الجميلة بتاعتنا خلصناها وبقت اللهم بارك. عملتي حلاوة المولد في بيتك من غير ما تتكلفي ولا تجيبي من بره ولا تغرمي حاجة زي العسل. اللهم بارك. عملنا احلى سمسمية معاكم اهو يا حبايب قلبي. وكل سنة وانتوا طيبين وعقبال كل سنة كده ما نعمل مع بعض وتشاركوني واشارككم والسنة الجاية تبقى احسن باذن الله. كل سنة ربنا يوفقكم ويزيدكم من نعيم الله عن السنة اللي قبلها اهو يا حبايب قلبي. ربنا يزيدنا ويزيدكم من نعيم الله ومن فضله يا رب. وبكده خلاص هنعمل برضو السوداني. انا مرضتش اجيب لكم بقى العسل، انتوا شفتوها النوبة اللي فاتت، فهنشتغل على طول كده عشان الفيديو ما يطولش عليكم. فعايزه اخلص معاكم على طول اهو. نزلت برضو بالسوداني وهفرد فيه بايديا. طبعا دي كميه قليله زي ما قلت لكم لان انا مش عامله سودانيه كتير، انا عامله السودانيه حاجه بسيطه. فطبعا السوداني بيبقى مختلف شويه عن السمسميه، والحمصيه بتبقى برضو نفس الشكل كده اهو يا حبايب قلبي. هنا بقى انا هعمل معاكم البندق، بس انا البندق هعمله ايه قرص واحد بس اهو زي ما انتوا شايفين. هو هنا بدأ يقفش، هيقفش خالص معايا، فهنزل بيه بقى على طول كده بسرعة في الطبق بتاعي وحطله الكيس وحاطه تحتيه الزيت زي ما قلت لكم، وهدوره كده زي ما انتوا شايفين وهعمله قرص واحد. يعني انا دورته في طبق، عندي طبق رحت حاطاه فيه وعملته قرص زي ما انتوا شايفين كده زي اللي بيتباع بره.
حابه تعمليه تقطعيه بس مش هيبقى سهل معاكي في التقطيع، فالافضل ان انت تحطيه في طبق عندك يكون مدور او طاسه او حاجه، وتضغطي عليها بايديكي وتدوريه زي ما انت شايفه كده زي ما انا عملت. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، نتيجة مبهرة والله، اكتر من رائعة، جميلة جدا 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 والله، وفرت كتير جدا، هتوفر عليك واللهم بارك اللهم بارك. والله يا حبيبة قلبي اعملي وجربي ومش هتندمي. انا هنا دي قفشت معايا سنة، عشان كده هتطلع محمرة سنة، لان هي قفشت معايا سنة. العسل ايه اصفر سنة عن التانيين، هتلاقيها مصفرة سنة كده في البندقية لان هي اصفرت، والكمية معايا كانت كبيرة شوية عن العسل. اهو يا حبايب قلبي، اهم حاجة تظبطي مقاديرك، يعني اهم حاجة تظبطي مقاديرك في السمسمية والحمصية زي ما بنقول. كل زي ما انت شايفة كده، انا هنا عاملة الحمصية دي كوبايتين من الحمصية، والسمسمية كوبايتين، لكن السوداني كوباية واحدة. البندق طلع معايا 3 كوبايات، عشان كده العسل طلع قليل شويه. بصوا يا حبايب قلبي، اللهم بارك اهو، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زيدوا النبي صلاه يا جماعه، زيدوا النبي صلاه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ده مولد النبي اشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهو يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده، عملنا الحمصيه والسمسميه والسودانيه، وعملنا البندق كمان. لو عندك لوز وحابه تعملي اعملي، حابه تعملي عين الجمل اعملي، كله بنفس طريقه واحده، بس اهم حاجه تاخدي بالك زي ما بقولك كده عشان ما يلسعش معاكي. اهو يا حبايب قلبي، تكون مقاديرنا مظبوطه عشان يطلع معانا مظبوط كده بالنتيجه الجميله دي. ولا تروحي في اي حته، ولا تروحي تغرمي نفسك، ولا تروحي تشتري من بره، اعملي بمقاديرك اللي انت عايزاه، الكميه اللي انت عايزاها. حابه تعملي علبه، دي اكتر من علبه. ولما بتشتروا يا حبايب قلب العلب من بره بتلاقوا فيها حاجات كتير انتوا اصلا ما بتحبوهاش، عشان كده وفري على نفسك واعملي في بيتك الحاجات اللي انتوا بتحبوها. كلنا اغلبنا هنا بنحب العلف، وما فيش حد بيحب الحاجات اللي كلها بتوجع السنان ديت وبتتعبنا وبتعلي سكرنا. بلاش الحاجات دي، الحاجات دي افيد واحسن، كل دي حاجات مكسرات، فهتبقى احسن ليكي في البيت. ولو عايزين برضو نعمل مع بعض الملبل هنعمله مع بعض، لو بتحبوه اكتبوا لي في الكومنتات وانا اعمله معاكم. اهو يا حبايب قلبي، اهو هنعمل مع بعض هنا جوز الهند اللي هو الحمام معانا اهو، هنعمله مع بعض هنا. اهو يا حبايب قلبي، معانا هنا جوز الهند اللي هي العريضة دي اللي انتوا شايفينها، دي بتقال عليها الحمام، ومعانا ميه، ومعانا الزبيب، ومعانا السكر، ومعانا كوبايه دي من عسل الكلوكوز، ورشه من ملح الليمون، عشان نعمل مع بعض قرص جوز الهند اللي احنا متعودين كل سنه بنقول عليها اللذيذه. اهو يا حبايب قلبي، هنزل بالميه وهنزل عليها بالسكر من النص يا جماعه، ما نحاولش نحرف السكر، هنزل عليها من النص كده، وهنزل بقى بالكوبايه بتاعتي اللي هي عسل الكلوكوز. اهو زي ما انتوا شايفين، ما جيتش جنبه خالص. اهو هحمص برضو جوز الهند بتاعتي اهي، هنحمصها مع بعض برضو، لازم تكون سخنة عشان ما تقفش معانا. والعسل بتاعها بيبقى طري خالص، يعني ما بيبقاش زي التانية عشان ما يبقاش ناشف وتحمص معاكي وتوجع سنينك. العسل بتاعنا بيكون طري، عشان كده اديناها كوباية من عسل الكلوكوز. احنا ادينا لل... للجوز الهند كوباية من عسل الكلوكوز. زي ما انتوا شايفين كده، ما بتحمريهاش قوي، بيبقى اللون اللي انت شايفاه ده معاكي عشان تبقى طريه، ولما بتعمليها في الاختبار بتبقى طريه على ايدك كده زي الملبل كده، بتدوسي عليها كده تبقى طريه، ما تبقاش ناشفه بتقرش زي التانية. لا، دي لازم تبقى طريه معانا يا حبايب قلبي، عشان تيجي تشديها تشد معاكي سنه بس، لكن هي ما بتبقاش ناشفه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على رسولنا يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي كده، العسل بتاعي ابيض خالص شفاف اهو. نزلت عليه في الطاسه اللي هي انا مسخنه فيها جوز الهند اهي، الطاسه معايا على النار هنا، يعني انا ما فصلتش لسه النار، وحطيت نص كوبايه الزبيب بتاعتي، وهقعد اقلب فيها في السخونيه بتاعت الطاسه نفسها وهي على النار. لازم اسخن زي ما انتوا شايفين كده اهو، واقلب وهي سخنه على النار. وهجيب طبق وادهنه بالزيت واحط عليه كيس، مش حابه تحطي كيس يكون طبق ازاز او تيفال عشان تطلع معاكي بسهوله، بس الافضل ليكي الكيس. ما تحاولي على قد ما تقدري اي حاجه تعمليها تحطيها على الكيس.
هننزل بدوت كده على الكيس بتاعنا زي ما هتشوفوا معايا كده في الطبق، واقوم نازله عليه وهم عاملاه قرص برضو زيه زي البندق اللي انا عملته معاكم. تفضلي تقلبي فيها كده قد دقيقه ولا حاجه، وبعدين يا حبيبه قلبي بتنزلي عليها كده في الطبق، بس يكون في كيس من تحتي، بتحطي كيس من تحته كده ونقطه زيت، وبتنزلي كده وبقى معانا القرص كده اهو زي ما انا بقول لكم كده. القرص تعمليه في طبق، اي قرص عايزه تعمليه يا حبيبه قلبي بتنزلي عليه في الطبق على طول. يعني اي طبق عندك كده يدي شكل القرص بتنزلي تعملي قرص، مثلا جوز الهند، تنزلي حمصيه، سمسميه، اللي انت عايزاه. حبه طبق صغير باحجام صغيره بتعملي اطباق صغيره، حبه احجام كبيره زي كده بتعملي اطباق كبيره. بس انا عشان التصوير حبيت اعمله لكم طبق كبير عشان يدي شكل حلو كده، ويبان الزبيب معانا كده ويبقى شكله جميل. وبكده يا حبايب قلبي نكون انتهينا من الفيديو بتاعنا. ولو عايزين تعملوا اعمل معاكم الملبل والقشطه والحاجات الجميله اللي هي بتاعت مولد النبي، كل سنه وانتم طيبين، اكتبوا لي في الكومنتات ونكمل مع بعض كده ونعمل جميع حلاوه المولد اللي في العلبه بتاعتنا من غير ما تروحي تشتريها من بره. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انتظروني يا حبايب قلبي فيديو جديد بإذن الله اعمل معاكم فيه كل الوصفات اللي انتوا تحبوها، وهنعمل جميع انواع حلويات المولد. وما تنسوش يا حبايب قلبي تدعمونا وتشتركوا في القناة. حبايب قلبي اللي لسه ما اشتركوش معايا في القناة يشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.